التخطي له لذة انت بتشعر فيها بثقتك بنفسك وقيمتك الحقيقيه بجد. لما انت تتخطى بني ادم كان عزيز على قلبك قوي وكنت حاطه في مكان عالي قوي وقدر ربنا وما كملتوش مع بعض، لذة الشعور ده والفرحه اللي انت هتعيشها تستاهل انك تستحمل العقبات اللي انت هتقابلها، عشان انت هتشوف ايام سودة والله العظيم. عشان الناس بس ما تبقاش مفكره ان طريق التخطي دي مليان ورد ورمل. طريق التخطي صعب جدا، والذكريات هتجيبك وهتوقعك، والحنين والاشتياق هيجيبوك من رجلك كده. ها يا بطل، هتخش تنخور في الاكونت بتاعها؟ هتقعد تسال عليها اصحابها؟ ولا يعني هتتحمل الوجع وتعيش مشاعرك علشان تنتقل لليفل اعلى؟ هي صعبه. رحله التخطي من اصعب الرحلات اللي انت ممكن تطلعها في حياتك، بس والله العظيم نهايتها متعه. لما توصل انك تتخطى بني ادم وتيجي سيرته يا دعاء وانت ولا فارق معاك، شعور جميل قوي. ويجي اسمه وانت خلاص عادي بقى، عادي. انت هتشعر بثقه بالنفس عاليه قوي. ده انا جامد. انا لو دخلت علاقه تانية وحبيت بني ادم انا مش هبقى خايف، ان انا خلاص انا مريت بصعاب كتير قوي وعديتها، فانا عندي استعداد ان انا لو حبيت بني ادم تاني وانفصلت عنه لا هقف على رجلي، مش هنهار نفس الانهيار الاولاني. فرحله صعبه قوي. كلنا بيني وبينك مرينا بيها. انت لما تبقى في حته تانية وتشوف المكانه اللي انت هتبقى فيها ساعتها، كل الايام اللي انت مريت بيها دي والله لا تشكرها.